تطبيقات الموبايل. الموضوع ما عادش مجرد إضافة لحياتنا، لأ، دي بقت هي الأساس. في الشرح ده هنكتشف مع بعض إزاي التحول ده غير طريقة عيشتنا وشغلنا، وليه المستقبل بقى حرفياً في إيدينا. السؤال بسيط صح؟ بس إجابته بتكشف كل حاجة. لو فكرنا بجد هنلاقي إن أغلب مهامنا اليومية خلاص راحت كلها للشاشة الصغيرة دي، ومن هنا بالظبط بتبدأ حكاية سيطرة التطبيقات. يعني شوفوا، نطلب أكل، نحجز سيارة، ندير شغلنا، نحول فلوس، كل ده بقى بلمسة زر واحدة على تطبيقات معمولة مخصوص للحاجات دي. وفجأة كده اللابتوب بيتحول لجهاز للمهام الكبيرة وبس. أما الحياة اليومية فدي كلها بتدار من الموبايل. طيب السؤال هنا، إزاي الأيقونات الصغيرة دي اللي على شاشاتنا قدرت تسيطر تماماً على كل تصرفاتنا على الإنترنت؟ يلا بينا نكتشف السر. الجواب بكل بساطة في كلمة واحدة: الراحة. التجربة اللي بتقدمها التطبيقات مش بس أحسن بشوية، لا، دي بتتفوق بفرق كبير جدا على أي شيء تاني، وده هو السبب الحقيقي اللي خلاها تسيطر بالشكل ده. الموضوع هنا مش مجرد خطوات زيادة وخلاص، الفرق الحقيقي هو في المجهود الذهني. عشان نستخدم موقع ويب لازم نفتح اللابتوب ونفتح المتصفح ونبحث ونستنى التحميل، قصة طويلة. أما التطبيق فهو اختصار لكل ده في ضغطة واحدة. التوفير ده في المجهود هو ده اللي عمل كل الفرق. وده بيوصلنا لنقطة مهمة جدا: التطبيقات مش مجرد نسخة صغيرة من المواقع، لا خالص، دي مصممة مخصوص عشان تكون أسرع، وبتستغل كل إمكانيات الموبايل زي البصمة والإشعارات، والأهم بتقدم تجربة شخصية لكل واحد فينا على حسب بياناته واهتماماته. والنتيجة إيه؟ تجربة سهلة ومريحة بتخلينا نرجع لها تاني وتالت من غير ما نفكر أصلاً في أي بديل. طبعا التفضيل الرهيب ده من الناس عمل زي موجة صدمة في عالم البيزنس، والشركات ما كانش قدامها حل غير إنها تغير طريقة تفكيرها بالكامل. الشركات سواء كانت كبيرة أو صغيرة فهمت إن المستقبل كله في إنها تكون موجودة على موبايلات عملائها، وعشان كده بنشوف كل يوم فكرة جديدة بتتحول لتطبيق وبتوصل لإيدين الملايين. رحلة تطور التطبيقات دي كانت مبهرة بصراحة. يعني بدأت كأدوات بسيطة جدا زي الآلة الحاسبة مثلا، وبعدين كبرت وبقت منصات تواصل اجتماعي بتوصلنا ببعض، ومن هناك اتحولت لبوابات نطلب منها أي خدمة في لحظتها، ودلوقتي وصلت لمرحلة الحلول الذكية اللي بتدير أنظمة عالمية معقدة جدا. بس تأثير التطبيقات راح لأبعد من مجرد إنها بتساعدنا نخلص مهامنا، لا، هي عملت إعادة تشكيل لأسلوب حياتنا كله. خلينا نشوف إزاي. وفي قلب التطور ده كله بتظهر علامات تجارية هي اللي بتلخص الرحلة دي. يعني براند زي أب سمارت هو مثال حي جدا على إزاي فكرة مبتكرة ممكن تتحول لتطبيق الناس تلمسه وتستخدمه كل يوم في حياتها، ويصبح جزء أساسي من أسلوب الحياة الجديد ده. وبكده التطبيق ما بقاش مجرد برنامج على الموبايل وخلاص، لا، ده بقى جزء من هويتنا الرقمية، الطريقة اللي بندير بيها حياتنا اليومية وبنتواصل بيها مع العالم. هو فعلا أسلوب حياة جديد بالكامل. واللي بيفهم التحول ده كويس هو ده اللي بيمسك مفتاح المستقبل. الناس والشركات اللي بتدرك إن العالم كله بقى بيدور حوالين التطبيقات، دول مش بس اللي هيقودوا، دول هم اللي هيرسموا شكل بكرة. وفي الآخر خلينا نفتكر الحقيقة الملهمة دي: كل تطبيق غير حياتنا، وكل خدمة بنعتمد عليها النهاردة، كل ده بدأ بإيه؟ بفكرة بسيطة وسطر كود واحد. هي دي قوة الإبداع والتكنولوجيا. وعشان كده بالظبط علامات تجارية زي أب سمارت بتفضل تفكرنا بالرحلة دي. هي رمز للإبداع اللي بياخد فكرة بسيطة ويحولها لواقع ملموس، ورمز للذكاء اللي بيخلي الواقع ده جزء أساسي من مستقبلنا كلنا.